هل انت عايشة حياة ليها معنى ولا لا عايشة كده وخلاص؟ اهلا بيكم. ده فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن معنى الحياة، ازاي نبني معنى لحياتنا، نكون عايشين حياة قيمة سوية مرتاحين فيها ومبسوطين، مش مرتاحين جسديا لكن مرتاحين نفسيا، وننهي الحياة دي ونموت واحنا مطمنين وان شاء الله ندخل الجنة بعدها. انا مش بتكلم في الدين علشان بحس ان انا اقل شويتين 3 من يتكلم في الدين، لكن بالنسبة لي الدين هو مربوط بكل حاجة. الدين مربوط بينا كبني ادمين، مربوط بالحياة اللي احنا عايشينها. لو عايزين نكون احسن محتاجين ان احنا نشوف الدين بيقول ايه، لو عايزين نعيش حياة حلوة محتاجين ان احنا نشوف الدين بيقول ايه. فاوتوماتيك انا رابطة الدين بكل حاجة في الحياة. يعني ايه نكون عايشين حياة ليها معنى، ويعني ايه نكون عايشين حياة كده والسلام؟ حياة ليها معنى معناها ان احنا عايشين واحنا عارفين احنا عايشين ليه، عارفين دورنا هنا ايه، عارفين ان ربنا خلقنا علشان نعبده وعلشان نعمر الارض. يعني دورنا هنا عبادة ربنا وتزكية نفسنا، تطوير نفسنا والمحافظة على الأرض عن طريق ان احنا نزكي اللي حوالينا، نعلم اللي حوالينا الحاجات اللي احنا اتعلمناها، او ندرس دراسات دنيوية ليها علاقة برضو بتعمير الأرض، او دراسات شرعية ونبدأ ان احنا ننشرها. ربنا ما بيعملش حاجة من غير سبب، واكيد ما خلقكيش ولا خلقني من غير سبب. كل حد فينا ليه دور، ممكن ان احنا نلاقي الدور ده مش سهل قوي ومحتاج قوي ارشادات من ربنا، بس برضو محتاج ان احنا نكون جاهزين ومفتحين عينينا للعلامات ونمشي في اي طريق ونشوف ربنا في الاخر هيودينا على فين. وليس للانسان الا ما سعى، احنا بس هنسعى وربنا ان شاء الله هينور لنا الطريق الصح. لكن لو احنا ما بنسعاش وقاعدين في مكاننا ومش بنبذل مجهود ومش بنعمل حاجة ومش ماشيين في اي طريق، اكيد هيكون صعب قوي علينا ان احنا نشوف العلامات اللي قدام شوية، لاننا لسه ما وصلنا لهاش. وعلى فكرة معنى لحياتك مش شرط ان هو يكون شيء عظيم وطاقة نووية او حاجات كبيرة قوي، ممكن يكون حاجات بسيطة. ممكن يكون دورك في الحياة الدور الكبير انك تربي ولادك تربية دينية صالحة كويسة، وولادك يربوا ولادهم، يمكن يجي من ولادهم شخص صالح يهدي الناس بعد كده. فاحنا مش عارفين الدور بالظبط ايه، علشان كده محتاجين ان احنا نعمل كل اللي علينا، نتعلم كل اللي نقدر ان احنا نتعلمه، كل حاجة بنعملها نتعلمها صح. عندنا ولاد عايزين نربيهم صح، ونتعلم طريقة التربية الصح، ونربيهمش بالبركة كده وخلاص. عايزين نعمل كونتنت وفيديوهات نتعلم حاجات صح، علشان واحنا بنعلمها للناس ناخد حسنات ما ناخدش سيئات. فاحنا محتاجين ان احنا نطور من نفسنا، نشتغل على نفسنا علشان معنى حياتنا يظهر لنا مع الوقت. هاتي ورقة وقلم واكتبي السؤال ده: انا عايشة ليه؟ ايه الحاجات المهمة اللي بعملها في حياتي؟ ايه الحاجات المهمة اللي محتاجة ان انا اشتغل عليها؟ ايه اولويتي في الحياة؟ اسألي نفسك واكتبي اكتبي كل الافكار اللي هتيجي في بالك، اكتبي كل حاجة. ومع الاستمرار في الاجابة على الاسئلة دي هتلاقي الاجابات بتاعتك اصلا بتتطور، وان انت في حاجات بتنور في مخك اكتر، بتعرفك اكتر طريق اللي انت تمشي فيه هو فين. اليوم بيعدي بسرعة، بيعدي هوا في ثانية، وكده بيعدي. التعب اللي هنتعبه النهاردة بكرة هيروح، لكن اليوم اللي بيعدي من غير ما نضيف فيه حاجة لنفسنا، لولادنا، للدنيا اللي احنا عايشين فيها. ان شاء الله ابتسامة في وش حد، مش بقول لكم مش شرط انها تكون حاجات كبيرة، ممكن حاجات صغيرة. ممكن نبتسم في وش حد فالحد ده يروح شغله عنده طاقة احسن مثلا، فيشتغل مع الناس بطريقة احسن، فيخدم واحد غلبان او واحد مش غلبان، بس بعد ما يتخدم يبقى عنده طاقة ان هو يروح ويتعلم اكتر ويبقى منفتح اكتر عن الحياة. فهي دايرة احنا عايشين فيها كلنا في الكرة الارضية، محتاجين ان احنا نشتغل على نفسنا في الاول علشان نقدر نعمر الكرة الارضية. في اسس وفي مبادئ وفي حاجات كتير محتاجين ان احنا نكتبها علشان ما ننساهاش. القيم اللي موجودة عندنا بتمثل لنا ايه، وايه اهم القيم عندنا. في اخر عمرك هتحبي ان انتي تعيشي
60 أو 50 أو 70 سنة ولا كأنك عشتيهم، مش فاكرة فيهم أي حاجة، مفهومش أي حاجة تذكر، ولا تعيشي 50 60 70 إن شاء الله 40 أو 30 سنة قيمين فيهم قيمة، فيهم ذكريات حلوة جواكي مزروعة جواكي وزرعتيها في ناس غيرك، فيها علم كبير اتعلمتيه وعلمتيه للناس اللي حواليكي، في عمارة انت عملتيها في الأرض، عمارة بحاجات بسيطة، الحاجات اللي انت قدرتي عليها. تحبي ان انت في الاخر تحسي انك عشتي حياة بلا معنى ولا عشتي حياة ليها معنى؟ ابدأي بندلي اولوياتك، اقفلي الموبايل، شوفي ممكن تعملي ايه في الوقت اللي انت ماسكه فيه الموبايل ده. الموبايل فضحنا بجد، احنا بنقول ان احنا ما عندناش وقت علشان في اطفال او في مذاكره او في اي حاجه، لكن الموبايل فضحنا. افتحي كده شوفي انت بتقعدي على الموبايل كام ساعه في اليوم، مش كام دقيقه، كام ساعة في اليوم. هتلاقي انك لا عندك وقت كبير وتقدري تعملي فيه حاجات تانية، تقدري تسمعي بودكاست وانتي بتنظفي، تقدري تستغلي كل دقيقة عندك في ان انتي تتعلمي حاجات وتضيفي لنفسك، وكل الحاجات اللي انتي بتضيفيها لنفسك دي هتخلي فيه معنى لحياتك. دايما اسألي ربنا الهداية، اسألي ربنا الطريق السليم، الطريق المستقيم، او اسأليه ايه المعنى من حياتك، او خليه ينورلك الطريق علشان تشوفي انتي محتاجة تمشي في انهي طريق. ادعي ربنا كتير واشتغلي على نفسك كتير وعيشي حياة بمعنى ليها طعم، بعيد عن الموبايل وبعيد عن الشوبينج وبعيد عن كمية المشتتات اللي حوالينا. وبس ربنا يوفقك وينور لك طريقك ويوفقنا كلنا وينور لنا طريقنا.